يا مساء الفل عليكم، وحلقة جديدة من الموسم الثاني من سلسلة ليه رمضان، ومكملين معاكم انطباعاتنا الأولية عن مسلسلات رمضان. والحلقة دي هنتكلم عن المسلسلات الرايقة، وأول مسلسل رايق هنتكلم عنه هو الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، وأحمد عبد الوهاب وأحمد كمال. التأليف ليسر طاهر ورنا أبو الريش، والإخراج لخالد الحلفاوي. أحداث المسلسل بتكمل مع العيلة الكبيرة بتاعت أحمد وليلى وولادهم، والتغيرات اللي بتحصل عليها كل مرة. والمرة دي لما يسبق طليق ليلى بيدخل حياتهم من تاني، وأحمد بيظهر له أخت مش شقيقة بتعيش معاهم. مش هتكلم كتير عن مسلسل كامل العدد عشان هو كالعادة مكمل إنه المسلسل الألطف والأهدى، حتى لو حاسس إن القصة في الجزء ده لسه ما سخنتش قوي، بس هي دي تيمة المسلسل، إنه هادي. بنشوف أحداث بسيطة للعيلة، التغييرات اللي بتحصل كل فترة واللي بتبان أكتر على الأولاد كل ما يكبروا، والحياة دي برضو معمولة حلوة قوي. وكمان الأحداث الصغيرة اللي بتحصل لليلى وأحمد بتأثر إزاي. المسلسل محافظ على نفس عوامل النجاح من الجزء الأول، إنه مسلسل عائلي وفيه كوميديا الموقف وفيه الدراما والمشاعر الحلوة، وهو كالعادة كومفورت زون للي عاوز يتفرج على حاجة هادية. وهو مكمل بنفس النمط لحد دلوقتي، حتى لو الأحداث برضو لحد دلوقتي تعتبر هادية، بس هتعرف تتفرج باستمتاع. أما تاني مسلسل هتكلم عنه هو قلبي ومفتاحه، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي دياب، وأحمد خالد صالح ومحمود عزب. التأليف لتامر محسن ومها الوزير، والإخراج لتامر محسن. أحداث المسلسل بتنطلق لما أسعد بيطلق ميار للمرة الثالثة، وبيحاول إنه يدور على محلل، لكن لما بيعرف إن الموضوع شرعا لازم يتم بشكل معين، فبيقول لميار إنها تبعد عن البيت شهر تتصرف وتتجوز وترجع من غير ما يعرف إيه اللي يحصل. وبتوافق ميار طبعا علشان خاطر ابنها. وبعد كده بتقرر ميار إنها تبدأ رحلتها، وبتقابل محمد اللي بيوافق يتجوزها من غير ما يفهم، وبتطلق منه في نفس اليوم من غير ما يفهم أي حاجة. بس بعد كده بنلاقي إن الأحداث بتتطور، ويبتدي محمد يفكر إنه يدور على ميار بعد ما اختفت من حياته. في ناس قالت هو ايه المميز في القصه بتاعت المسلسل؟ خلينا نقول ان المسلسل ده رومانتك كوميدي، مسلسل لايت، وباين من الحلقه الثالثه تحديدا ان المسلسل هيمشي في لاين مختلف عن اللي حكيته. والمسلسل من الاول كان بيرمي رسائل انه مسلسل لايت خفيف، وده باين من تصميم الشخصيات والعلاقات بينهم والاجواء بشكل عام، حتى في المواقف اللطيفه اللي بتحصل اللي بتلاقي نفسك ابتسمت فيها. يمكن الناس كانت مستنيه قصه تقيله كعاده تامر محسن في رمضان، حاجه كده كلها دراما وخطوط تقيله، بس هو من الحلقه الاولى بيبيع انه مسلسل خفيف، وانا شايفه بيتصاعد بشكل حلو قوي كل حلقه، وبيخلق تعقيدات بتتعمل بذكاء حتى لو فيها جزء صدفه، بس الكتابه بشكل عام والاجواء تخليك تشتري اللي بيحصل. الاخراج جميل جدا وفيه كادرات هايله، والتمثيل من الكل هايل، وآسر ياسين جاي فايق ورايق للمسلسل ده قوي، بعد ما كانت ناس بتقول ان اداؤه بقى نمطي، بس الحقيقه هو هنا بيلعب بحرفنه. شوفوا المشهد اللي طلق فيه مي عز الدين، حاجه في منتهى الجمال وصعب عليا قوي فيه. ومحمود عزب عامل مشهد رائع لانه مش بيعرف يكتب، فبيحاول يرسم اسم الست اللي بيحبها وهو بيبعت لها جواب، برضه من المشاهد الحلوه قوي. والميوزك بتاعته كانت رائعه، فالميوزك بتاعت المسلسل كلها اللي عملها ساري هاني حلوه جدا 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 وماشيه مع اجواءه، عشان كده بقول المسلسل ده رايق. ورغم اني ما اتحمستلوش في اول حلقه، بس بعد ما وصلت للحلقه الرابعه الموضوع اختلف تماما. كده حلقتنا خلصت في انطباعات الحلقات الأولى. قولوا لي متوقعين إيه من مسلسل قلبي ومفتاحه وكامل العدد؟ مستني رأيكم في الكومنتس على اليوتيوب، أو نتناقش على فيسبوك، إكس، تيك توك، وتابعوني على الإنستجرام. واستنوا الحلقات اللي جاية من سلسلة ليه رمضان، وسلام عليكم. سلسلة ليه رمضان من بودكاست الكتابة فكرة مع عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت وروان محمد، وشكر خاص لكارمن السراج ويوسف باسيلي. واستنوني في حلقة تانية من بودكاست الكتابة فكرة وسلسلة ليه رمضان.